الدم كل ما يتمسح يرجع تاني، البيبان بتتخبط وفتح الشبابيك بيسمعوا الصرخات فوق في الشقة، البيت كله مفيش حد. وبالليل الساعة 2 بيسمع أصوات غايبة في البيت وصوت صوت، والشباك بيقعد يفتح ويقفل لوحده وصوت حد بيجي في الشقة وصوت صوت. بنمسح البسطة اللي هي كانت مرمية عليها، بنغسلها، تاني يوم نلاقي الدم طلع من البسطة تاني. الأطفال دايما هم اللي بيحاسبوا على فاتورة أهاليهم، بيدفعوا تمن اختياراتهم. وفي قضية الطفلة قمر التمن ده كان حياتها وبطريقة شنيعة. قمر طفلة عمرها 10 سنين، كانت عايشة هي وأخوها ووالدها ووالدتها في شط جريبة التابع لمركز دمياط. كانوا عايشين حياة مستقرة وهادية، لكن مع الوقت وضيق الحال وكتر المشاكل قرر الأب والأم الانفصال، وبالفعل اتطلقوا. الأب رفض يدي الأم الأطفال وقرر إنهم يعيشوا معاه هو. قمر وقتها كان عندها يدوبك 6 سنين بس، وأبوها راح اتجوز واحدة من أول يوم. كل القريبين منه حتى أخوه بقوا يقولوا له بلاش دي مش شبهنا، دي مش كويسة. قلت له طلقها، هو بعد عنها ما هيش شبهنا. أنا قلت له طلقها، وقلت له بتخنق بنتك، حاولت تخنقها قبل كده؟ وقلت له اللي دي بتعمل وبتعمل، يقول لي لا انت ما بتحبهاش، انت عايز تخرب عليا. لكن الأب اللي في دماغه وصمم وتمم الجوازة، وبقى عايش هو وبنته وابنه اللي من طليقته مع مراته الجديدة. والأم على حد قولها إنها سابت له العيال لأن ما كانش عندها بيت تقعد فيه ولا مكان، وكانت بتنزل تشتغل من 11 الصبح لحد 8 بالليل في المطاعم عشان يا دوبك تجيب فلوس تعيش بيها وتبعت مصاريف لأولادها. وكانت بتبات كل يوم في حتة شكل. ما كان ليش مكان ولا كان ليا مكان اقعد فيه، كنت بشتغل من الساعه 11 الصبح لما الساعه 8 بالليل شيفت مطاعم. لحد من سنة وهي كمان اتجوزت وبقى ليها بيت. قالت انها طلبت تاخد الاطفال من الاب لكنه رفض تماما وقال ولادي ومش هسيبهم. قمر كانت عايشة في الدور الاول مع ابوها واخواتها ومرات ابوها، اما الدور الارضي ساكن فيه عمها وهو شاب ولسه عريس جديد ويا دوبك لسه متجوز. ابو قمر كان بيشتغل 4 شغلانات من 8 الصبح لحد 11 بالليل عشان بس يكفي بيته واولاده ومراته، وطول اليوم طبعا بره، وبيرجع تعبان طبعا وعلى النوم على طول، وما كانش بيشوف الاولاد ولا بيلحق يقعد معاهم نظرا لظروف الحياه الصعبه. كل يوم من 8 الصبح قسما بالله انا باجي بالليل اتعشى وبنام على اللقمه اللي انا باكلها، وانا باكل كده بنام على اللقمه اللي انا باكلها. انا راجل عندي 4 عيال شغال 4 شغلانات. دي شقتها اه تمام. جوزها كان بيجيب لها من احلى حاجه، جايب لها شاشه ماهيش عندي، انا عريس، جايب لها شاشه ماهيش عندي، شاشه، جايب لها ثلاجه جديده، جايب لها غساله جديده، تمام. ما قصرش مع مراته، مش مقصر معاه في حاجه. هو كان كل همه ما يجوعش ولاده ويجيب لهم اللي نفسهم فيه، وكل فكره انه جاب لهم ام بديله تخلي بالها عليهم، لكن ما كانش فيه وقت يقعدوا مع عياله. وكل اللي كان بيعرفوا عن الاولاد يا دوبك الكلام اللي بيوصل له من مراته او من اخوه اللي ساكن في الارض. مراته دايما كانت مبينه له انها مهتمه بالعيال جدا، سواء اللي منها أو من طليقته، وإنها محافظة عليهم وبتراعيهم وبتعاملهم كلهم زي بعض، وإنها بتحبهم كلهم. لكن على عكس كل ده كان كلام أخوه، واللي دايما كان بيقوله إن مراتك دي بتضرب ولادك اللي من طليقتك وبتعذبهم وما بتأكلهمش وبتخبي الأكل منهم. لكن هو ما كانش بيسمع أبدا الكلام ده، وكل اللي كان بيرد بيه على أخوه إنه يقول له أنت عايز تخرب بيتي وخلاص، أنا عارف إنك ما بتحبهاش وبتكرهها من أول يوم، عشان كده بتقول عليها الكلام ده وعلى طول بتتكلم عليها وحش. وللأسف عمره ما صدق على مراته كلمة، بالرغم من أخوه اللي ما بطلش يوم يقول له ويحكي له. الست عديمة الرحمة دي كانت بتمسك قمر وتجيب سكينة وتقعد تشرط في إيديها وتقطعها لها، وكانت بتقص لها شعرها، وكانت فعلا بتخبي منها ومن أخوها الصغير الأكل، وكانت مخليها خدامة ليها. مرات أبوها كانت بتكرهها جدا، ويقال إنها كانت بتكرهها لأن قمر شبه أمها بالظبط، وكمان عشان والد قمر كان مدلعها قوي وبيجيب لها كل اللي نفسها فيه بدون تردد. طبعا هيجي ببالكم سؤال وجيه في بالي أنا كمان، وهو إن ليه قمر ما اتكلمتش وقالت لأبوها اللي مراته بتعمله فيها وفي أخوها الصغير. قمر كانت طفلة حنينة قوي وبتخاف على أبوها جدا، وللأسف الشديد مرات أبوها كانت مهدداها إنها لو حكت لأبوها نص كلمة من اللي بيحصل ده إنه مش هيطلع نهار على أبوها، وإنها هتحط له سم في الأكل وتموته. متخيلين إن طفلة عمرها 10 سنين يتقال لها كلام زي ده، وإنه ترضى بالذل والتعذيب والبهدلة عشان خايفة إن الست دي تموت أبوها؟ بتقول لي يا ماما، بتقول لي لو انت
قلت لو انا اتكلمت هتحط سم في الاكل لبابا، وكانت بتخوفني على بابا. عدت الأيام والوضع فضل على كده لحد ما في يوم مرات أبوها قررت إنها تخلص منها، وقالت أنا هاخدها عند محطة القطر واركبها أي قطر رايح بعيد وأقول لها استنيني في الكرسي هنا، وانزل أنا بسرعة من القطر، وبكده هتوه ومش هتعرف ترجع تاني. وبالفعل نفذت مخططها وأخدت البنت وركبتها القطر. لكن من حسن الحظ راكب من القطر سأل البنت قبل ما القطر يتحرك وقال لها وانت قاعدة لوحدك هنا ليه؟ انت هتسافري لوحدك؟ البنت حكت له وقالت له ان مرات ابويا اللي ركبتني وقالت لي استنى هنا. الراجل طلع محترم وشهم واخد البنت نزل بيها من القطر وطلب منها انها توري له بيتها. وهم لسه واقفين في المحطة واحد صاحب ابوها شافها واتصل بابوها وعمها وجم اخدوها وروحوها. مرات ابوها قعدت تنكر انها عملت كده اساسا وقالت ان البنت شقية وهي اكيد اللي راحت لوحدها. وللاسف الاب صدق وعدى الموضوع كأنه هو مش عايز يشوف الحقيقة أو مش عايز يشيل هم أكتر من اللي هو شايله. والعم طبعا كان متأكد إن مرات الأب هي اللي عملت كده وإن قمر استحالة تروح لوحدها المحطة. وقتها لما العم لقى الأب مصدق كلام مراته كالعادة اتخانق معاه وقال له أنا اللي مش هديك الولاد وهاخد منك الولد الصغير وهرجعه لوالدته، هي أولى بيه، وقمر هتيجي تعيش معايا أنا ومراتي. اخدت البيت وبعتتها عند القطر، قالت لها روح اركب القطر. رحت جبتها وقعدتها معايا، قاعده معايا بقالها 4 شهور. وبدأت مرات عمها تهتم بيها جدا وتسرح لها شعرها وتأكلها كويس لحد ما البنت بقت فعلا جميلة وظهرت ملامحها اللي كانت مختفية من كتر البهدلة والتعذيب والضرب. البنت قعدت معايا 4 شهور والصلاة على النبي بانت، بقت حلوة وحلوت تمام، وبقت يعني بقت حاجة. كانت نزلت كنت جبتها قعدت معايا كانت هيكل عظمي. قمر كانت متعودة كل يوم بتروح للفرن بتاع العيش وتجيب عيش للبيت كله، ومرات عمها بتحضر الفطار أول ما قمر بترجع، وقمر بتاخد الفطار توديه لعمها في الورشة اللي بيشتغل فيها. لحد ما في يوم قمر راحت عشان كالعادة تجيب العيش للبيت كله، لكنها اتأخرت. الساعة بقت 11:30 وقمر ولا حس ولا خبر. عمها قلق عليها فاتصل بمراته وسألها عن قمر واتفاجئ انه لقى مراته بتقول له ان البنت كل ده ما جاتش. عمها اتصل فورا بحد من اللي شغالين في الفرن واللي اكد له ان قمر جات الصبح بدري اخدت العيش ومشيت. وقتها عمها بدأ يقلق اكتر، وكان عندهم في البيت طفل تاني اسمه اسلام وده يبقى ابن عمة قمر. قعد ينده عليها يا قمر يا قمر لكن محدش رد، فاتصلوا بعمه وقالوا له قمر مش هنا وما جاتش. العم روح جري على البيت وهو داخل من الباب لقى كيس العيش وشنطة قمر قدام باب الشقة بتاعته، لكن البنت مش موجودة. فدخل يسأل مراته يمكن تكون جت. مراته ردت وقالت له والله ما جت. فعمها طلع تاني على السلم وبدأ يبص ويدور عليها، وقرب من السلم اللي بيطلع على شقة مرات أبوها وبيبص عشان كان لسه هينده عليها يسألها عن قمر إن كانت جت عندها ولا حاجة. وهنا كانت الكارثة. العم بيبص لها قمر مرمية على السلم وبطنها مفتوحة من أولها لآخرها لدرجة إنها شبه مقسومة نصين، واللي ماسك نصها اللي فوق باللي تحت حتة عظمة صغيرة جدا شبه مفصولة، وأمعائها كلها بره، وإيديها مقطوعة، والرقبة مدبوحة وشبه منفصلة برضو عن الجسم، وكل ده وسط بركة كبيرة جدا من الدم. متخيلين هول المنظر؟ الراجل من الصدمة رجله ما شالتوش، وقع في مكانه وبقى بيصرخ مش قادر يصرخ. وبعد كام دقيقة طلع قعد يهبد على باب مرات أخوه واللي فتحت له الباب بكل هدوء وبرود أعصاب وعاملة نفسها قال يعني كانت نايمة، وبتقول له في إيه؟ وهو كل اللي نازل عليه قتلتيها ليه؟ عملت لك ايه؟ وهي بتقوله هي مين دي؟ العم مسك فيها وبقى بيضربها وعايز يموتها، لكن الناس اتلمت وبعدوا عنها. قامت مرات الأب جابت تليفونها واتصلت بكل هدوء بجوزها وقالت له احنا لقينا بنتك قمر وقع على السلم وبطنها مفتوح. فالأب كل تفكيره ان البنت وقعت واتعورت، فرد عليها وقال لها طب وديها المستشفى. ردت عليه وقالت له لا بنتك ميتة. قالت لي بنتك على السلم بطنها مفتوحه. انا قلت لها طب وديها المستشفى، فكرت جرح عادي يعني، طب وديها المستشفى نحاول وديها المستشفى. قالت لي لا ده ميته. الأب اتصدم ونزل جري من شغله وروح البيت، وطبعا الشرطة جت، وطبعا العم
اتهم زوجة الأب وقت وصول الشرطة، والشرطة أول ما دخلوا لقوا جثة الطفلة بالشكل ده، ولقوا دم ماشي على السلم آخره شقة مرات الأب. فطبعا دخلوا فورا يفتشوا، لقوا ريحة كريهة جدا جاية من الحمام، ولقوا بطاطين كلها دم، والدم مغرق الحمام، ما كانتش لحقت تتخلص منه. الشرطة قبضت عليها فورا، ومرات الأب انهارت واعترفت بكل شيء. قالت إنها كانت عارفة الميعاد اللي البنت بتنزل تجيب فيه العيش، وفضلت واقفة لها في الشباك لحد ما رجع، وأول ما رجعت شاورت لها إنها تطلع لها من غير ما تناديها بصوت عشان محدش يعرف إنها طالعة لها. وبتقول إنها كانت محضرة كل شيء وفرشة بطاطين على الأرض من أول باب الشقة لحد الحمام عشان لما تقتلها الدم ما يغرقش الدنيا، ويا دوبك تشيل البطاطين بس وتغسلها. وكانت محضرة أكياس بلاستيك عشان تقطع قمر وتحطها فيها وتتخلص منها. قمر شافتها وسابت العيش وشنطة إيديها على باب الشقة بتاع عمها، وبكل براءة طلعت تشوف مرات أبوها عايزة إيه. وأول ما مرات الأب فتحت الباب ودخلت قمر طعنتها في صدرها طعنتين بالسكينة، وذبحتها مرتين من أول رقبتها لآخرها في محاولة لفصل الرقبة عن الجسم، وقعدت تطعن في جسمها أكتر من طعنة بغل شديد جدا. وبعدين شدتها حطتها في الحمام وبدأت تحاول تقطع فيها، وقطعت فعلا إيديها وفتحت بطنها وبدأت تحاول تفصلها النصين، لكنها فشلت ومعرفتش. في الوقت ده تحديدا هو الوقت اللي كان إسلام ابن عمتها بيندى على قمر فيه، فهي ارتبكت وخافت، فاستنت لما إسلام سكت وطلعت بالراحة شالت جثة قمر وحطتها بالمنظر ده على السلم، وبدأت تحاول تنظف الدم بسرعة، لكن على حظها الكهرباء قطعت وما عرفتش تنظف غير حاجات بسيطة وما لحقتش الباقي، وكومت الدم والفرش فوق بعضه في الحمام، لكنها ما شافتش الدم اللي وصل بين الجثة وباب شقتها، ودخلت بسرعة وغيرت هدومها وقعدت على الكنبة وعملت نفسها نايمة. تجيب العيش عشان هي كل مرة هي اللي بتروح تجيب العيش وبتوزع لفوق وبتوزع لتحت. اليوم ده بنت راحت تجيب العيش، فتحت الشباك من فوق، شاورت لها ما ندهتش، قالت لها تعالي تعالي تعالي. بنت سابت العيش قدامي والشنطة وقامت طالعة لها، ما تعرفش حاجة. متعرفش هي طلعت تشوف هي عايزة ايه محتاجة ايه. ما تعرفش حاجة، حط فرشة بطاطين ومجهزة لها الحاجة وقامت ماسكة البيت. طب حال الطبيب الشرعي قال أول غزة في صدرها. طبعا هي حاليا مقبوض عليها والتحقيقات ما زالت شغالة. العم بالذات في حالة صعبة جدا وصدمة نفسية جديدة، والأم ظهرت في لقاء مع جريدة وبدأت تشرح موقفها هي ليه سايبة بنتها أصلا مع مرات أب، لكن ردودها استفز الرأي العام جدا، وأغلبية التعليقات كانت سلبية، واللي بقى يقول انت بتمثلي، انت ما نزلتيش دمعة واحدة، وغيره من الكلام الجارح. والأب كمان طلع في اللقاء وده كان كلامه: لذلك اللي أنا ما بفضلش حتى أقعد معاهم عشانهم هم. قلت لي شغال 4 شغلانات تقريبا. 4 شغلانات. لكن محدش تعاطف مع الأب والأم، بالعكس كله شايف إنهم مذنبين، وما زالت التحقيقات مستمرة حوالين الواقع. بس الغريب بقى والجديد الفيديو اللي ظهر فيه مجموعة من الأهالي واللي بيقولوا فيه إن روح قمر موجودة في المكان، وبيطلبوا إن شيخ يجي يدخل ويخرج روح قمر على حد تعبيرهم، وبيقولوا إن من ساعة موت الطفلة وفي حاجات غريبة بتحصل وكأن البنت غضبانة من اللي حصل فيها. وبيقولوا كمان إن في أصوات غريبة بتطلع من البيت خصوصاً بالليل وصراخات وبيبان بتتقفل بصوت عالي جدا، مع العلم إن البيت أصلاً مقفول وما فيهوش حد، وكمان الشباك اللي مرات الأب نادتها منه بقى بيتفتح ويتقفل لوحده. وأغرب حاجة حكوها إن الدم اللي كان على السلم كل ما يمسحوه بيرجع تاني من جديد كأنه ما اتمسحش، وبيستنجدوا وعايزين حد يجي يقرأ ويشوف فيه ايه في البيت بالظبط. اكيد كل شيء هينتهي واكيد مرات الاب هتاخد جزائها، بس بعد ايه؟ هل ده هيرجع قمر من جديد؟ ايه ذنبها وعملت ايه في حياتها عشان يحصل فيها كل ده؟ ويا ترى انتم كمان شايفين الاب اللي اصر انه يخلي زوجته بالرغم من كل اللي كان بيسمعه من أخوه وغيره وإنها غير أمينة على الأولاد، ولا الأم اللي سابت بنتها ورضيت بكلام الأب وما أصرتش إنها تاخد بنتها وتعيشها في حضنها وسابتها لمرات أب تربيها؟ يا ترى قمر ضحية مين فيهم بالظبط؟ هستنى ردودكم في التعليقات، وعرفوني وجهة نظركم ورأيكم في اللي حصل، واستنوني في حكاية جديدة من حكاويتي. أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.